الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله نسيح مع بعض الزبده. انتوا عارفين ان الزبده الحلوه بتبقى بطوبه. انا بجيب الزبده في شهر طوبه، عندك من شهر 1 لغايه شهر 3 الزبده حلوه. بس دي مش اللي انا شارياها، دي بتاعت اللي انا عاملاها. اما بعمل جبنه او كده اهو بحوش، يعني بقطع بعملها عشوائي كده، ما مش اللي هو بكورها بقى الكور اللي هي اهو، يعني تكوير كده اي كلام. دي كل دي انا مطلعاها من الجبنه اللي انا بعملها، لكن دي اللي انا شارياها. انا بجيبها واحطها في اكياس كده، ومش بسيحها كلها لان انا بجيب سمنتي طول السنه. وعشان تعرفي السمنه حلوه ولا لا، تقطعي الواحده كده. دي كوره دي انا قطعاها نصين تشوفيها. وبعدين انا عامله حد يعني ايه، ما بي يعني انا عاملاه مش بيغشني، ما بجيبش الا منه. عايزه اوريكم، بس هي جامده. عايزه اوريكي السمنه عامله ازاي واحنا الجو ساقع اهو. بصي السمنه عامله ازاي، انا مطلعاها من الفريزر والجو ساقع. بصي بتدوب ازاي اهي سمنه عليها وعلى جمالها ما شاء الله. دي سمنه الشتاء اهي. بصوا، هولع عليها البوتاجاز عادي خالص. لو ايدي التليفون ماسكه التليفون بايده بصور بايد كنت وريتها لكم حلوه قوي، لان هي بقول لكم لسه مخرجاها من الفريزر دلوقتي اهي. بصوا تدوب كده في ايدك واحنا في عز البرد، دايبه اهي في ايدي اهو. الاول تحطيها على النار عادي، بس بقول لك وانت بتجيبيها تقسمي واحده كده، تشوفيها من قلبها زي بقيه الكوره ولا لا اهو. هنولع النار عادي عليها خالص، ولما تبتدي تسيح نوطي عليها البوتاجاز. اول السمنه ما تفك معاكي كده اهو، توطي عليها البوتاجاز شمعه، وايدك تبقى فيها شويه ملح. ويا ريت بقى حلتك تكون اكبر من حلتي بشويه. انا عشان واقفه متابعه عادي عملت فيها، بس انا بقولك يعني عشان ما تفرش منك تبقى الحله بتاعتك اكبر من دي شويه اهو. ايدك بقى فيها بالتقليب كده اهو. انا موطيه عليها خالص، يعني انا مخليه البوتاجاز ده شمعه، وايدي كده فيها بالتقليب على طول. من ساعه ما ولعت عليها وانا ايدي فيها كده اهو، يعني ما سبتهاش لحظه. هي ما خدتش وقت يعني في التسييح. السمنه الحلوه ما بتاخدش وقت اهو، لان لو كنت سبتها كانت هتفور. عشان كده انا بقول لك خلي انت الحله بتاعتك تكون واسعه شويه عن دي اهو. ابتدي كده اقلب دي المرطه دي اللي بتطلع على الوش، دي المرطه. كده مادام المرطه خدت اللون ده معانا كده اهو كده هطفي عليها كده. السمنه اتقدحت، ما تبقاش غامقه قوي ولا تبقى فاتحه، بس تبقى مقدوحه، عشان لو قعدت عندك وهي مش مقدوحه تبوظ تعفن اهو. كده انا خلاص هطفي عليها، سيبها بقى لما تروق خالص وهعبيها في البطرمان. السمنه اهي بعد ما فضيتها، ودي المرطه اللي طلعت منها. اهم حاجه ان البطرمان يكون ناشف ومتعقم ومغسول حلو قوي. يعني متعقم ازاي؟ على النار كده، تمشيه على النار بشويه خل وتدلقيهم، بس يكون نظيف ويكون ناشف. تيجي تاخدي طبعا من السمنه، بتاخدي معلقه ناشفه عشان ما تعفنش منك وتبوظ. ودي المرطه اهي اللي طلعت، يعني ما بنشفهاش او بخليها فيها حته سمنه كده. في ناس بيحبوا يغمزوها. بصوا الحله لو مش ايدي فيها، يعني ده لسع بسيط قوي، كانت لزقت. في ناس بيحبوا يغمزوا المرطه دي ويحطوها جنب الاكل. في حاجه كمان ممكن تعمليها، حطيها على المش لو انت مش محتاجاها. حاجه تاني، ممكن تجيبي علبه سمنه اللي هي النباتي دي، اي نوع انت بتحبيه، وتسيحيه على المرطه دي تاني وتصفيه، يعني لتحمير فراخ، يعني لحلويات كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.